هنا بتبدا القصه. بيتكرر الموقف تاني في 2010، وجيل التريبل بتاعنا اللي هو عماد متعب، بركات، ابو تريكه، والجيل الكبير دوت بيبدا الناس تقول عليه خلاص بيفنش، الجيل الذهبي بتاع الاهلي بيخلص. بس الاهلي بيقوم وبيكمل، بياخد دوري وبيخش في مرحله انتقاليه جديده. بعدها بنروح ل 2012، كارثه بورسعيد، ظروف صعبه ودموع وحزن، الناس كلها قالت خلاص الاهلي مش هيقدر يكمل. لكن بعدها بشهور قليله والنشاط اصلا كان متوقف في مصر ساعتها، بيرجع الاهلي وبيكسب افريقيا، ومن عز الوجع الاهلي بيطلع في رادس ويكسب بطوله افريقيا 2012 مع حسام البدري. بنروح بقى ل 2013 و2014، فرقه كلها شباب او اغلبها وناشئين لسه بتصعد، مفيش جمهور، ولكن الاهلي لسه مكمل في طريقه وبيوصل نهائي افريقيا وبيكسب اورلاندو باخر جول لابو تريكه في مسيرته مع الاهلي، واللقطه اللي كلنا فاكرينها طبعا تحيه ابو تريكه في الملعب للجماهير. كمان بيكسب السوبر الافريقي وبتكمل بطولات رغم كل الظروف المحيطه، لكن بعدها بتبعد عن المشهد في افريقيا بشكل كبير وبتدخل في فتره صعبه ونهايه جيل ذهبي. بعدها بيحصل مشاكل اداريه، مجلس الاداره بيتحل، وبعد كده يحصل انتخابات عشان يجي محمود طاهر ويكون الرئيس ال 14 في تاريخ النادي، عشان نوصل ل 2016 والجيل الجديد بيبدا يتكون. وبعد خساره الدوري والكاس لمصلحه الزمالك في 2015 بتبدا تبني الفرقه تاني وتجيب صفقات قويه زي معلول والسوليه واجاي ومؤمن زكريا، ربنا يا رب يشفيه، وبترجع تاني تاخد السوبر من الزمالك في الامارات وتكسب بطوله الدوري وترجعها الجزيره بعد غياب سنه واحده بس. بعدها بيمسك الخطيب في 2017، ومع كل موسم الاهلي بيغير جلده ولكن العقليه ثابته، المكسب والبطولات وبس. بتقع تاني وبعد ما بتخسر افريقيا مرتين ورا بعض 17 و18، بتروح في 2019 وبتخسر خساره فضيحه قدام سان داونز بخماسيه، وساعتها الجمهور بيبعت رساله قويه ويقول لك لقد ايقظتم غضب المارد، عشان يبدا تصحيح المسار في 2020. وبعد موسم كارثي قبلها بيجي فايلر، بتخلص الدوري من الدور الاول، بيجي بعديه موسيماني ويدخل معاك افريقيا من نص النهائي، وبعد 7 سنين انتظار وفي عز الكورونا الاهلي بيكسب نهائي القرن، بتسيطر على الاخضر واليابس في القاره كلها. وبعد كده بتروح ل 22 23